السادة الرائعون مشاهدي أغا سمارت ستور الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أومن الورك ستيشن. نقصد بالكلام ده إن اتش بي لما صممت الأومن بشكل مذهل قررت تنزل من نفس الشكل لابتوب ورك ستيشن بنفس بوردة الأومن تماما، بقوتها في التبريد والمخطط الداخلي، كذلك بنفس القدرة على الأداء، لكن استبدلت كروت الشاشة الجي تي اكس بكارت شاشة كوادرو للعمل المهني. بالتأكيد هنا أصبح الجهاز ورك ستيشن متخصص في العمل الهندسي والجرافيكس وكذلك المونتاج، وأيضا قادر على أداء الألعاب لكن في المقام الثاني. من المزايا الهائلة في الجهاز ده إنه بيجي جيل 9 وجيل 8، يعني وفر شريحة كبيرة جدا للمشترين حسب قدراتهم الشرائية، ومتدرج ما بين كور اي 7 جيل 9 حتى كور اي 5 جيل 10. كذلك هو لابتوب قوي في الجسم، بيجي من الألومنيوم بالكامل بسطح أملس لكن بخامات أقل من زد بوك جي 5 وزد بوك جي 6. بيجي بكارت متميز من شركة انفيديا وكارت اقتصادي، وهو أقل في السعر من زد بوك جي 5 15 وزد بوك جي 6 15، وتقدر تقارنه في ديل بجهاز ديل بريزيشن 35 30 وديل بريزيشن 35 41. الوزن بتاعه بقى وزن مثالي جدا لجهاز ورك ستيشن، بيجي ب 2 كيلو و140 جرام، وعلى الرغم من كده اللابتوب ده فيه ثبات هايل جدا في الاستخدام. فيه فتحتين تبريد بشكل الأومن الاحترافي مديله شكل هايل جدا، بيخلي درجة سخونته معتدلة جدا لا تتعدى 70 درجة مئوية. لوحة المفاتيح بتاعته رائعة جدا في الاستخدام ومطابق تماما لزد بوك جي 5 وزد بوك جي 6، وطبعا ده معناه شيء مذهل. وفي موقع fastfinger.com عمل 78 كلمة في الدقيقة، وده شيء متميز جدا. ندخل في الحلقة مباشرة ونشرح الجهاز بكامل أركانه، لأنه جهاز حقيقي رائع جدا، وللعلم مش بينزل كتير منه عندنا لأنه مرغوب في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. بس طبعا ما تنسوش تدعمونا بقى باللايك والشير زي ما تعودنا منكم، ولو لسه مش مشترك في القناة لسه قدامك الفرصة إنك تتعرف على أقوى شرح لللابتوبات بدقة، لأن قناتنا هي القناة الوحيدة اللي هتقابلك مرجع أساسي لللابتوبات إن شاء الله. HP ZBook 15V G5. نيجي للمعالجات اللي بيجي بيها جهازنا النهاردة. زي ما ذكرنا انه بيجي جيل 9 وجيل 8، وبيجي في الجيل التاسع ب5 معالجات، وهي انتل كور i9 9880H، ده ثماني النواة ب 16 ميجا بايت كاش، ده السرعة بتاعته 2.3 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.8 جيجا هرتز. يلي في القوة انتل كور i7 9850H، ده سداسي النواة ب 12 ميجا بايت كاش، ده السرعة بتاعته 2.6 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.6 جيجا هرتز. ثم يليه انتل كور i7 9750H، سداسي النواة ب 12 ميجا بايت كاش، سرعته 2.6 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.5 جيجا هرتز. في الكور i5 في الجيل التاسع بيجي ب2 معالجات، اعلاهم انتل كور i5 9400H، ده رباعي النواة ب 8 ميجا بايت كاش، سرعته 2.5 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.3 جيجا هرتز. المعالج الثاني في الكور i5 هو كور i5 9300H بسرعة 2.4 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.1 جيجا هرتز ب 8 ميجا بايت كاش، رباعي النواة. في الجيل الثامن بيجي بأربع أنواع معالجات، أعلاهم كور i7 8850H، ده سرعته 2.6 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.3 جيجا هرتز، سداسي النواة ب 9 ميجا بايت كاش. يلي في القوة انتل كور i7 8750H بسرعة 2.2 جيجا هرتز، الماكس توربو سبيد بتاعه بيعمل 4.1 جيجا هرتز، سداسي النواة ب 9 ميجا بايت كاش. في الجيل الثامن في الكور i5 بيجي ب2 معالجات، انتل كور i5 8400H، ده سرعته 2.5 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.2 جيجا هرتز، رباعي النواة ب 8 ميجا بايت كاش. ثم المعالج الأخير بيجي بانتل كور i5 8300H، ده سرعته 2.3 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4 جيجا هرتز، رباعي النواة ب 8 ميجا بايت كاش. بالنسبة للتخزين قادر انه يشيل هاردين، احدهم بيكون M.2 يقدر يشيل NVMe او SSD، كمان بيشيل هارد تاني ساتا مقاس 2.5 بوصة، تقدر تضيف SSD او HDD او SSHD. بس حالة انه يشيل هاردين دي لو البطارية الصغيرة 3 سيل اللي بقدرة 52 وات اور، اما لو
والبطارية الكبيرة ال4 سيل اللي بقدرة 70 وات اور بتكون شغلة المكان للهارد ال 2.5 بوصة، وفي الحالة دي مش بيقدر يشيل الهاردين وبيشيل هارد واحد بس M.2. كده يبقى شرحنا أنواع البطاريات اللي بيجي بيها، وبالنسبة للشواحن اللي تقدر تشغله مناسبة 120 واط أو 150 واط. وبالنسبة للرامات متوفر فيه 2 ديم سلوتس، يعني 2 مدخل للرامات يقدر يشيل حتى 32 جيجا بايت رام. بالنسبة للشاشات بيجي بشاشة مقاس 15.6 بوصة، وبيجي بأربع أنواع شاشات، منهم 3 فول اتش دي وواحدة منهم 4K UHD. نذكرهم لحضراتكم بالتفصيل. شاشتين نفس الإمكانيات تقريبا، فول اتش دي بدقة 1920 في 1080، منهم واحدة بتيجي باللمس والتانية بدون لمس، لكن الشاشة اللي باللمس مدعومة بتقنية كورنينج جوريلا، ودي تقنية بتقدمها شركة جوريلا بتمتاز بالمتانة لحماية الشاشات من الصدمات والخربشات. الشاشة الثالثة الفول اتش دي شاشة أعلى منهم بتقنية الشور فيو، ودي تقنية حماية من HP، ودي بتسمح لك وحدك بالرؤية، ولو حد جنبك وفعلت الخاصية دي مش بيقدر يشوف أي حاجة. بالإضافة إن الشاشة دي بيكون ال sRGB بتاعها 100%. طبعا جمهورنا فاهم يعني إيه sRGB، لأن شرحنا الموضوع ده في حلقة ديل بريسيشن 5540، سايبين الرابط في الوصف لمعرفة قدرات الشاشات. الشاشة الأعلى اللي بينزل بيها هي شاشة 4K بدقة 3840 في 2160، وال sRGB بتاعها 100%. نتكلم عن كروت الشاشة اللي بيجي بيها جهازنا النهاردة. بيجي بكارت شاشة خارجي واحد بس، ده طبعا بالإضافة للكارت الانتل المدمج في المعالج. الكارت ده هو انفيديا كوادرو P600، حجمه 4 جيجا بايت GDDR5. كارت متميز جدا على فكرة في الجرافيكس والمونتاج، وأداؤه رائع جدا في العمل الهندسي وفي المقام الثاني الألعاب. لو حبيت تقارنه بكارت شاشة تاني في انفيديا فهو تقريبا مماثل تماما لكارت شاشة انفيديا كوادرو M1200، وده كارت شاشة مشهور في الجيل السابع، بيجي في زد بوك جي 4 وزد بوك جي 4 ستوديو، وكذلك ديل بريسيشن 7520 و5520، وكذلك لينوفو ثينك باد P52، وحجمه الفعلي 4 جيجا بايت GDDR5. في حالة مقارنته بكارت شاشة في AMD، موجود كارت شاشة في AMD قريب جدا من كارتنا النهاردة في القوة، وهو كارت شاشة AMD Fire Pro M5100. ده كارت شاشة 2 جيجا بايت GDDR5، موجود في أجهزة في الجيل الرابع زي ديل بريسيشن M4800، وكذلك ديل بريسيشن M6800. أيضا موجود في لينوفو ثينك باد W541. لو اتكلمنا عن المداخل اللي بيجي بيها جهازنا النهاردة، بيجي بثلاث مداخل USB 3.0، منهم واحد باور شير يعني بيدعم الشحن السريع. كذلك موجود في مدخل ثاندر بولت 3، ده المدخل الجبار اللي بيدعم توصيل ال USB 3.1 جنريشن 2، وبيدعم كمان توصيل كروت الشاشة الخارجية، وبيدعم توصيل شاشات ال 8K، وبيدعم توصيل ديسبلاي بورت 1.2، وبيوفر معدلات نقل بيانات بتوصل ل 10 جيجا بايتس في الثانية، وبيدعم توصيل الطاقة بالاتجاهين، تشحن منه، وكمان مصدر شحن للجهاز. موجود في مدخل HDMI 2.0 للعرض على الشاشات، وداعم لشاشات ال 4K. موجود في مدخل مزدوج ميكروفون وسماعات، كذلك قارئ لكروت الذاكرة فول سايز SD كارد ريدر، بيدعم كل أنواع كروت الذاكرة. أيضا في مدخل لان للإنترنت الشبكي. الجهاز ده موجود في حاجة ممتازة جدا، ديجيتال ميكروفون سبورتنج HP نويز كانسلين سوفت وير، وده ميكروفون مطور بتقنية ذكاء اصطناعي بيحول إشارة الصوت لتقنية رقمية، وأيضا مدعوم بتقنية لتقليل الضوضاء بتحسن جودة الصوت جدا للتسجيلات أو للمستمع. كمان السماعات بتاعته مدعومة بتقنية بانج أند أولوفزين، ودي من أفضل التقنيات لتحسين جودة الصوت وقدرات. وبكده نوصل لختام فيديو اليوم اللي كان مليان معلومات وحقائق لأول مرة عن اللابتوب ده على اليوتيوب. وللعلم الجهاز ده مش بس تصميم شيك جدا، ده بالتجربة متقدم جدا وأداؤه غير عادي. اشترك في القناة وزر الاشتراك معاه جرس صغير كده اضغط عليه عشان توصلك أحدث معلوماتنا وفيديوهاتنا الحصرية، وما تنساش تشارك الفيديو مع أصحابك وتحط لنا في كومنت رأيك في الفيديو، لأننا حرفيا بناخد وقت طويل جدا في إعداد الحلقة الواحدة، لأنكم تستاهلوا الأفضل وتستاهلوا معلومات علمية دقيقة مفصلة. بنشكركم جدا لمتابعتكم، وبنشكركم أيضا لدعمكم، واستنونا في الفيديوهات القادمة اللي هتفجر معلومات جديدة زي ما عودناكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.